السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي متابعين قناتي. في كل مكان اجتكم مدونة المحترف. راح نعلمكم طريقة إضافة دعوة جميع الأصدقاء إلى البيج الخاص بك، أو يعني مو شرط الخاص بك، أي بيج. نروح أول شي للإضافات. لازم احنا نحمل هاي الإضافة. راح نحملها من السوق الإلكتروني من جوجل كروم. هسه نهدفها وتابعوا شلون طريقة تحميلها. بعد ما رحنا الإضافات من هاي الكلمة، نروح على جيت موري، يعني للإضافات، متجر الإضافات السوق الإلكتروني. تكتب هنا بالبحث الكلمة، راح أضع لكم إياها أسفل الفيديو، إن فيسبوك انفايت إيل. تنقر على الانتر وراح يودينا لهذه الصفحة. نختار هاي العلامة الصح، فيسبوك انفايت إيل، هي هاي الإضافة احنا محتاجينها. ننقر اد تو كروم، ثم ننقر على اد. راح مباشرة فد شوية تعلق هنا علامة الصح، راح تنبثق لنا نافذة هاي الموقع. بعد هذا ما نحتاجه، هاي مالت الموقع نغلقها كلها. نغلق هاي النافذة مالت الإضافات. نروح لهنا. هسه لحد الآن لما نريد نضيف دعوة الأصدقاء، هنا دعوة الأصدقاء، هنا علامة الصح ما معلقة. لازم نحدد الصفحة لأن هنا كانت ما محددها. شوفوا بعد تعديلها مباشرة خرجت لنا هاي القائمة العلامة الصح. هسه تابعوا شلون نضيف الأصدقاء. أولا يعني أما تنزل لجوا تعطي دعوة الأصدقاء لتسجيل الإعجاب بالصفحة، أو من هنا تبعد بكيفك. راح تظهر لنا مباشرة هذه القائمة. أنا جزء من أصدقائي دعيتهم الإعجاب البيج هذا، وأكو بعض يعني ما دزيت لهم دعوة. هسه تابعوا هسه ذولا مباشرة انقر على علامة الصح. تابعوا هاي الطريقة. باعوا شباب، باعوا. تمت يعني إرسال الدعوات للكل. شفتوا؟ وهاي الطريقة لحد الآن ناجحة. ويعني حتى لو يحطون الفيسبوك هي هاي الطريقة تشتغل. هسه لحد الآن جاي يضيف الأصدقاء كلهم يدزلهم دعوات. هذول مدعوين فما أدزلهم دعوات. هسه لهنا انتهى الدرس مالتنا، وأتمنى أن يكون استفادتم من هذا. هسه لا تنسوا زيارة المدونة مالتي وقناتي على اليوتيوب. العفو شباب ضغط عليها. رابط المدونة سأضعه لكم أسفل الفيديو، مثل ما تشاهدون بها شروحات، وأتمنى تستفادون من عدها. وأيضا قناتي على اليوتيوب. راح أخلي لكم رابط القناة هذا، راح أخليكم أسفل الفيديو. ولا تنسوا عمل اشتراك ولايك للفيديو هذا راح انشره. لا تنسوا متابعة يعني آخر الفيديوهات اللي نشرتها من ذني. إلى هنا انتهى درسنا لهذا اليوم. أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم. في أمان الله. وبعد الانتهاء مباشرة تضغط على كلوز، تروح على الإغلاق. في أمان الله.